رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جايه لكم النهارده بفيديو مختلف جدا عن محتوى القناه. والفيديو بتاعنا النهارده عباره عن ميك اب اخت العريس. هقول لكم عملت ايه في يوم الميك اب ده، وهقول لكم كل حاجه هي حطيتها. ان شاء الله اقدر اوصف لكم كده واشرح لكم. وكمان هوريكم ده الاوتفيت بتاعي يوم الفرح بتاع اخويا. الفستان، وكنت عامله لهنا برضو فستان زيه. هي اول حاجه حطيتها كريم مرطب، وحطت اللي هي البودر اللي بتتحط على الحواجب دي، بتوقف الشعر، بتثبته يعني. وطبعا انا خلصت لها الاول وابتديت ان انا اجهز، لان الميك اب بياخد وقت شويه. هي طبعا في الاول بدأت في العمايل ان هي بدأت تعمل العين. في ناس بتعمل الميك اب كله على الوش، بيحطوا طبقات الفونديشن والكريمات يعني اللي هما بيحطوها، والبرايمر والكلام ده بيحطوه في الاول. وبعد كده بيحطوا العينين. بس هي الاول بدات بالميك اب بتاع العين. عايزه اقول لكم الميك اب بتاعها كان رقيق جدا وكان هادي وكان بسيط بجد يعني. انا عايزه اقول لكم تسلم ايديها، ربنا يبارك لها يا رب. الهام شايفينها انا كانت اموره ازاي ورايا. هوريكم صورتها الوقت في الاخر، جيبها لكم اوريكم صورتها واوريكم شكل الفستان بتاعها. انا هنا هي حطيت لي الكونسيلر، حطيته لي كده في الاول زي ما انتم شايفين. وبعدين ابتدت بقى ان هي ترسم العين. مش عارفه هي بتعمل بايه، على قد في الميك اب جدا. هقول لكم بقى الحاجات اللي انا عارفاها. وهنا ابتدت ان هي تدمج الاي شادو. عايزه اقول لكم بقول لها تعمل بفرشها او كده ايه، هو بيدمج بالايد يعني. بتقدر تتحكم اكتر بايديها. المهم هي حطت كده درجات الزيت. هي قالت لي الاول عايزه درجات ايه الميك اب بتاعك يكون درجاته ايه. قلت لها والله المناسب ليا ولبشرتي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشمس كانت مبهدله وشي، وكانت طبعا كان باين قوي اثار الشمس، الندبات اللي على وشي. لان طول اليوم كنا واقفين. طبعا نزلت لكم الفيديو اللي فات اقصد الفرح يعني. فهي هنا بتدرج درجات اللون الزيتي. هي هنا حطت اللون الزيتي، وهنا كانت بترسم الحواجب. رسمتها كده بدرجة بني فاتح. زي ما انتم شايفين اهو، واخدت الحاجب من اوله لاخره. فانا كنت بقول لها ايه لو يبقى اخف يبقى افضل. قالت لي لا هو شكله حلو. وهي كملت لي الناحية التانية على نفس الاساس. هنا خلصت اهوت زي ما انتم شايفين. حاجة بالتالت لقاها خفته شوية، وقالت لي هظبطهم لك في الاخر. هي ظبطتهم لي. عايزه اقول لكم هي الهام بجد. ايديها ربنا يبارك لها يا رب ويحسن ما بين ايديها تتلف الخير. وبجد يعني ايه سعر الميك اب بتاعها كان بسيط خالص. مش جيت هنا وانا بركب الرموش، جيت هنا علشان تركب لي الرموش. طبعا هي لسه ما حطتش بقيه الميك اب. احنا هنا لسه هي بس بترسم العين الاول. وزي ما قلت لكم في ناس كتير بتحب تعمل الحركه دي، بتظبط الاول العينين وبتظبط الرموش والحواجب. بترسم العين هي اللي بترسم الوش، وبعد كده بترجع تظبط بقيه الوش. هي عملت كده وجابت الرموش هي لزقتها. هي قالت لي عايزاها يعني رموش كثيفة ولا رموش متوسطة. قلت لها لا رموش متوسطة. مش عايزاها تكون اوفر قوي يعني، مش عايزاها تكون ملفتة قوي. هي هنا كانت بتحطها لي. وبعد كده جيت افتح عيني. حست ان انا مش قادره افتح عيني كويس. انا عايزه اقول لكم اول مره اصلا اركب رموش، ما ركبتهاش قبل كده. فاشتريتها قصت منها حته جزء ورجعت رجعتها تاني. هنا بقى ابتدت ان هي تحط الفونديشن. حطت طبقة كده زي ما انتم شايفين. طبعا قالت لي انت عايزة وشك يكون افتح قوي ولا يكون غامق. قلت لها لا يعني ايه درجة الوش بتاعتي. فهي حطت الفونديشن كان فاتح جدا، فظبطته لي بقى. بدأت ان هي تظبطه، بس عملت اللي هي التغطية الفول كفر. تغطية كاملة. وهنا كانت بتحط الكونتور. جابت الكونتور كده وحطت على خدودي، وكمان رسمت مناخيري، وحطت على الدقن كده حتة. ظبطت كده زي ما انتم شايفين اهي. وكمان بتبتدي بقى ان هي تدمج بالسبونشة بتاعتها، بالبيوتي بلندر، او بتبتدي وبعدين جابت اللوس باودر، وبدأت ان هي تعمل بيها تغطي بيها البشرة كلها. هنا كانت بقى بتغطي. هي تقريبا هنا ابتدت ان هي تخلص. لا عايزه اقول لكم في الوقت ده بقى هنا بنتي كانت عامله حفله. هي هنا وولاد الهام بقى، والدنيا كلها كانت ملمومه كده ورايا، والعيال قاعدين عاملين هيصه.
فهي بقول لها يعني ان هي متعوده ان هي تشتغل في الاجواء دي. بقول لها يعني زي ما انتم عاملين لك كاسه او موترينك او كده، فهي عادي، اكيد عادي يعني متأقلم. فالمهم هنا ابتدت بقى ان هي تعمل لي زي ما انتم شايفين كده، وابتدت ان هي تغمق الخدود. حطت بلاشر اغمق، وكمان زي ما انتم شايفين كده ابتدت ان هي تغمق. طبعا انا ما كنتش حابه ان انا ابان افتح قوي او ابان بشرتي لونها فاتح قوي. هي هنا من وقت للتاني بتبتدي ان هي تكمل رسمة العين زي ما انتم شايفين كده. هنا تحت بتحط درجة الزيت تقريبا او البنيات، مش عارفة والله هي كانت بتحط درجة ايه، بس هي كانت بتحط درجة من درجات الكونتور بتاع الاي شادو اللي فوق، بتكمل بيها تحت زي ما انتم شايفين كده. بالفرشة بتبتدي ان هي تطير اللوز باودر الزيت. وهنا هي كانت بترسم لي طرف العين، بتحط كحل كده في طرف العين زي ما انتم شايفين كده. وكمان في الاخر خالص بقى تحط لي الايلاينر. هي ما حطتش ايلاينر لسه لحد دلوقتي. وهنا بتبتدي ان هي تشيل الزيادات بسلكة الودان او خلة الودان. وهنا كانت بتحط المسكرة بحيث ان هي تدمج الحاجب الاساسي بالبتاع الرمش الاساسي بالرموش الصناعية اللي متركبة. طبعا حمودي كان لابس زيي وهنا كانت لابسه زيي، الاتنين كانوا لابسين زيي. كنا مفصلين زي بعض كده. عايزاكم تقولوا لي رايكم في لون الفستان ورايكم في الميك اب، ما تنسوش. وعايزه اقول لكم الفيديو ده طالع من محافظه دمياط، هيعرفوني هو وصل لانهي محافظه. وما تنسيش لو انت لسه جديده معانا تشتركي في القناه، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. هنا بقى هي بتبتدي ان هي تحط لي في المدمع بتاع العين اللي هي اللمعه اللي هي بتبقى بسيطه دي. وهنا ابتدت بقى ان هي تخف الحواجب زي ما قلت لكم. هي قالت لي في الاخر هخففها لك شويه، بس هي بعد ما الميك اب خلص طلعت ان هي طبيعيه جدا وشكلها عادي. هنا بقى ابتدت ان هي تحط الروش كده زي ما انتم شايفين. هي قالت لي حابه درجه ايه، فهي قالت لي هعملك المناسب وانت قولي رايك. لو عجبتك ما عجبتكيش قوليلي وانا اجيب وانا فتحها لك شويه يعني. هي هنا حطت الروج اهي. عايزه اقول لكم هنا بنتي بقى كانت عامله حفله ورا هي واصحابها. وحطت لي البتاع اللي هو الليب جلوس. حطت ليب جلوس بعد ما خلصنا. وزي ما انتم شايفين طبعا كده الدرجه كانت تحفه، انا مش واخده بالي ولا مركزه قد كده. هي هنا كانت بتحط الرجاجو، حطت درجه مختلفه، درجة أغمق. وكمان اللي هو الهايلايتر، حطت برضو الهايلايتر درجة بنيات، لأن أنا قايله لها غمقي غمقي خالص الميك اب، مش عايزاه يكون فاتح. فهي هنا هي عماله بتغمق في الدرجات يعني وكده. وهنا ابتدت ان هي تحط لي الايلاينر. طبعا عايزه اقول لكم الايلاينر بيبقى هو اللي بيظبط اللوك بتاعك، وهو اللي بيبين شكل اللوك في الاخر. فهي بتحط كل حاجه يعني ايه، بتحط كل حاجه كده براحتها وبتأني. وعايزه اقول لكم بجد ربنا يبارك لها، خلصت لي بسرعه، وكمان ما اخدتش وقت ما عملناش جهد جامد. بس انا عايزه اقول لكم في الوقت ده لقيت زوجي ابو هنا يعني لقيته بيرن وبيقول لي احنا خلاص ماشيين هنتحرك على القاعه وكده. فابتديت ان انا بقى جري في جري. هي بتقول استنى ما الف لك الطرحه، قلت لها لا انا هلفها انا. ويا ريتني بجد سبتها تلفها لي، بس يعني لفه بسيطه كده وخلاص. وقلت هي لفه بسيطه، هي الهام لو كانت لفتها لي لفه تانية. وهنا قلت لها الروج يا الهام حاولت تفتحها لي شويه، فهي جابت درجه افتح وابتدت ان هي تفتحها لي. هنا انا كنت خلاص خلصت، وهوريكم دلوقتي الصوره بتاعت هنا. هوريكم قوي كانت كيوت كده وكان شكلها حلو. هنا هي طبعا بتظبط الميك اب وبتعمل لوس باودر، بتحط لوس باودر بحيث ان هو الميك اب بتاعي يبقى ثابت كده. ففي الوقت ده بقى انا ببص على حمودي وبشوف الدنيا حواليا عامله ايه. هنا خلاص اهيت الميك اب كله خلص كده زي ما انتم شايفين. بس ايه رايكم بجد في اللوك بتاعي النهائي؟ عايزه اقول لكم انا اتبسطت قوي في اليوم ده، وكنت مبسوطه قوي من نفسي، وكنت مبسوطه بالميك اب. وده شكل الفستان، والتل ده كده مطروح لورا.
وهنا انا كنت بقول لها إن كل حاجه مظبوطه ولا ايه. كنت طبعا بسالها. هنا انا وهنوشه طبعا شايفين شكل الفستان ده، شكل الفستان بتاعي، وده شكلي انا وهنونه. طبعا كان في صور كتير كنا مبهدلين فيها كده. هنا كان هنا وهي لابسه، وده حمودي. طبعا كنت عامله له نفس اللون بتاعنا. ودي انا وهنا ولين بنت سمر بنت عمتي. ودي هنا ولين اهم، وهم على المسرح فوق شايفين الكياتة والقمر. كان شكلها رقيق جدا وكانت عسولة. دي هنا اول لما رحنا اهو، هي كانت واقفة بتتفرج على العروسة والعريس. كانت واقفة لوحدها كده، والفستان بتاعها ليه ديل اللي ورا كده، ومفتوح من على الظهر زي ما انتم شايفين، والفيونكة بتاعته كده. و طبعا بشكر دينا بنت خالي، لان هي طول الفرح كانت واقفه معايا عسوله، ربنا يبارك لها يا رب ويبارك فيها لمامتها. وهي طول الفرح كانت شايله معايا حمودي، وجت معايا الكوافير، وفضلت معايا لحد اخر لحظه عسوله، يا رب يبارك فيها يا رب ويحميها لمامتها. معاها كده. قولوا لي رايكم في الفستان بقى، وقولوا لي رايكم في فستان هنوشه. بشكركم على حسن المتابعه. ايه كمان اتصورت انا واخويا، يا رب يسعده يا رب ويهنيه ويبارك له، ادعوا له دعوه حلوه كده بظهر الغيب. ده انا واخويا العريس. ويبارك لكم في اخواتكم وفي حبايبكم، ويسعدكم بيهم ويفرحكم بيهم يا رب.